الله على حبيبنا محمد وعلى آله وسلم. يتساءل الغيورون من هذا البلد الكريم عن هذا الخروج المكثف الذي دام أكثر من 7 أشهر، وخاصة في مدينة الحسيمة، يطالب فيه الناس بأبسط حقوقهم التي تضمن لهم الكرامة في هذا البلد. يطالبون ببنية تحتية، بطرقات، بمستشفى، بجامعة. الجواب يأتي عمليا من بلدية لم يسمع عنها الناس حتى أصبحت حديث الألسن في هذه الأيام، حد السوالف، حيث تناقلت الأخبار أنهم عثروا على مقدار 17 مليار سنتيم في بيت رئيسها. وهنا يأتي الجواب حقيقة. إذا كان أكثر الناس في هذا البلد لا يجدون حتى أدنى مستويات متطلبات ضرورات الحياة، فهناك المتخمون، هناك الفسد، هناك من يمتص دماء هذا الشعب وحلب هذه البقرة فلا يتركون فيها لأحد شيئا. هذا عن بلدية صغيرة. فكيف إذا علمنا أن حد السوالم هي شجرة تخفي الغابة، غابة الفساد العظيم الذي أصبحت الكثير من المواقع تتحدث عن الكثير من تحت الأرض، في البحر، في الرمال، في كل هذه الأمور، وأصبح الشعب يسمع هذا الأمر عجبا. ولذلك لا تعجب يا أخي إذا كان هناك في القرى المرأة تعاني فلا تجد أين تلد، ولا تتعجب إن وجدت في القسم 80 فردا، ولا تتعجب إن وجدت معلما يتحمل مسؤولية 5 مستويات مرة واحدة، ولا تتعجب إن وجدت حملة الشهادات هناك في الرباط تداس بطونهم بالأقدام يطالبون حقهم في الشغل. ولا تسأل عن المحتاج الذي لا يجد الدواء، وإذا وجده لا يجد الغذاء، وإذا وجد الغذاء لا يجد الإيواء، وإذا وجد الإيواء لا يجد ما يؤدي به فاتورة الماء وفاتورة الكهرباء وهلم جرا. تحية في الأخير للقضاء الذي أصبح الآن يقوم بدوره، ونرجو أن يكون القضاء مستقلا في متابعة هؤلاء. ونرجو من الدولة أيضا أن تستمع إلى ما يسمى بالمجلس الأعلى للحسابات حينما يرفع إليها هذه التقارير للفساد الذي استشرى في البلديات، أن يقوم بتحريك الملفات قضائيا كائن من كان. فإن الشعب يحتاج لكي يطمئن. الشعب لا يمكن أن يرى كل هذا وهو يعيش هذه الآلام ثم تطلب منه بعد ذلك أن يظل ساكنا. فالله نسأل أن يحفظ هذا البلد من الفسد والسراق وناهب المال العام والمنهشين العقاريين وهذه المافيات التي حولت البلد إلى ما يشبه الغابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. صلى الله على حبيبنا محمد.